المبكبكة، المنظر ده لوحده بيدينا احساس بالدفى. المبكبكة من اكلات الحلة الواحدة، هنعملها النهاردة مع بعض. خطواتها بسيطة جدا وسهلة، تقدروا تعملوها باللحمة بالفراخ او بالخضار او من غير حاجة خالص زي ما تحبوا. لو اول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. في حلة على النار هنضيف فيها 3 معالق من الزيت، وهي المفروض بتتعمل بزيت زيتون، بس لو مش بتحبوا طعم زيت الزيتون تستبدلوه بالزيت النباتي عادي جدا. هضيف عليه بصلاية كبيرة مقطعها مكعبات صغيرة. اول ما البصلاية تبتدي تدبل هضيف عليها معلقة واحدة من الثوم المفروم. تقدروا تستغنوا عنه لو مش حابين الثوم، بس هو بيكون طعمه فيها لذيذ جدا. هشوحهم كده مع بعض لحد ما تبتدي ريحة الثوم تظهر، وكمان مش عاوزاهم يتحمروا خالص، يعني يدوب يتبلوا زي كده حلوة قوي. هضيف عليهم بقى دلوقتي اللحمة مقطعاها مكعبات، تقدروا بقى تقطعوها التقطيعة اللي انتوا حابينها، كبيرة صغيرة، لو بعظم مفيش اي مشكلة، استعملوا نوع اللحمة اللي انتوا تحبوه. هقلب اللحمة مع البصل لحد ما لونها يبتدي يغير، بس مش هحمرها. بعد كده هضيف عليها فلفل اخضر بارد وفلفل سبايسي. لو مش حابين فلفل سبايسي مش مشكلة، بس هو بيكون فيها طعمه حلو قوي وكمان بيدفي كده. هضيفهم على اللحمة واقلبهم كده تقليبة واحدة، وبعد كده هضيف التوابل بتاعتي، معلقة واحدة من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الكركم. كمان المفروض نضيف ريحان، بس انا ما كانش متوفر عندي. بس هي المبكبكة التوابل بتاعتها فلفل اسود، كركم وريحان، مش اكتر من كده، واكيد الملح، بس انا مش هضيف ملح دلوقتي لحد لما اللحمة تستوي. هشوح اللحمة مع الفلفل لغاية ما تاخد كده تحميرة بسيطة، والبصل والثوم. هضيف عليها دلوقتي معلقة واحدة من معجون الطماطم علشان يديها لون حلو، وكمان هضيف عصير طماطم فريش. طبعا هنضيف الكمية اللي هتناسب كمية المكرونة اللي احنا هنسويها. انا هنضيف عصير طماطم تاني، وكمان هخففه بالمية السخنة اهو، وهسيبه بقى كده على النار. وزي ما اتفقنا انا ما ضفتش اي ملح دلوقتي لحد لما اللحمة تستوي عشان ما تتأخرش معايا في السوا. اول لما تبتدي تغلي زي كده ههدي النار لحد لما اللحمة تستوي خالص. وتيجي بقى مرحلة دلوقتي ان احنا نضيف الملح. بعد ما استوت اللحمة هنضيف الملح، وكمان هنخفها بالمية شوية علشان تناسب كمية المكرونة اللي احنا هنضيفها. لازم الطماطم او الصوص يكون مغطي المكرونة، يعني ما يقلش عن 4 سنتي. لازم الصوص بتاعها يكون كتير شوية عن العادي اللي احنا بنسوي بيه المكرونة اهو. كل شوية بقى اقلبها على النار، كل دقيقتين هقلبها علشان ما تلسعش من القاع، ما ياخدش لون وتلزق، وكمان تكون مفلفلة وحلوة مش لازقة في بعضها اهو. شايفين بقى هنا ما شاء الله كانت استوت. وهدوقها واظبط الملح بتاعها، ولو احتاجت فلفل اسود هنضيف، بس نخلي بالنا ان احنا ضايفين فلفل سبايسي. لو مش ضايفين فلفل سبايسي بقى زودوا الفلفل الاسود زي ما انتوا حابين. هنا ما شاء الله كانت جاهزة معايا، بقدمها. منظر ده لوحده كده يدفي في الشتاء. لذيذة جدا، طعمها مختلف عن المكرونة العادية، مختلف كليا. الكركم مديها طعم حلو، كمان مخلي الصوص كده مش احمر قوي، مش يعني زي اورنج كده شوية. لذيذة فعلا لذيذة، وكمان غرقانة بالصوص، طرية قوي والصوص فيها زيادة تحفة. اتمنى فعلا انتوا تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة الصفحة، اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.